السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاوز أتكلم عن موضوع حصل في موقف عبود، قصدي موقف نادي الزمالك. مشكلة بين لاعب ورئيس نادي. تخيلوا، مشكلة بين لاعب ورئيس نادي على ركنة عربية. يعني اللاعب ده يتعرض للبيع بسبب ركنة إيه؟ عربية، مع إن كان لو سايس كان حل الموضوع وخلص يعني. محمد عبد الغني طبعا لاعب نادي الزمالك، من حظه الوحش إن هو ركن في مكان غلط. ركن مكان مين؟ مكان رئيس النادي. رئيس النادي بعت له: يا ابني اطلع شيل عربيتك عشان اركب مكاني. محمد عبد الغني قال له: لا، مش هطلع واسيب التمرين. كبرت في دماغ رئيس النادي، قام داخل لمحمد عبد الغني التمرين: يا ابني ما جيت شلت عربيتك ليه؟ قال له: مش هسيب التمرين. قال له: هتسيبها وانا جايب ميسي. المهم من هنا لهنا لموا الموضوع، ومحمد عبد الغني طلع ايه؟ ركن عربيته في حتة تانية، والراجل رئيس النادي ركن في مكانه. وقال لك محمد عبد الغني خلاص كده شكرا، مش هيلعب في النادي تاني ومعروض للبيع.